السلام عليكم، اهلا وسهلا. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. البنات تكون اموركم كلها على ما يرام. مهم البنات، هاد النهارات جيت نستعمل شي حوايج لقيتهم تسالاو لي ومشيت جبت الستوك اللي جبت من المغرب. وتفكرت انا واحد، فاش حطيت راني كنت في المعرض، ديك الفيديو ديال المعرض. شي بنات سولوني قالوا لي ما قلتيلناش شنو خديتي من المعرض. مهم جات الفرصه بانني غادي نوريكم انا شنو هما الحويجات اللي شريت من المعرض في المغرب. حويجات ديال اغلبيتهم ديال التجميل، شي حاجه قليله ديال الماكله، ولكن ديال الطبخ، ولكن اغلبيتهم تجميل. المهم غادي نبداو على بركه الله وغادي نوريكم كلشي الحويجات اللي خديت. كما قلت لكم دابا غادي نبداو نجبد معكم الحويجات. مهم هما هادو الحويجات اللي شريت ديال التجميل. انا غنوريهم لكم، غنجبدهم وحده وحده وغنوريهم لكم. بقاو معايا. كما كتشوفوا هذا اول منتوج، هذا الصابون البلدي بالاعشاب. عرفتوا البنات؟ صراحه انا راني ديجا مجربه، راني فتحتها شويه، جربتها واحد المره، ولكن النتيجه ديالها غزاله. عرفتوا؟ مقشر يعني للجسم. راكم عارفين الصابون البلدي المنافع، شنو كنستعملوه في الحمام، ولكن هذا اللي زايدين فيه الاعشاب وهذا غزال الصراحه، كيخلي الريحه زوينه وكيدير لك قوماج للجسم غزال. هانتوما يتركوا في الماء. هذه هي الشركه اللي خديت منها، جمعيه. ولا المنتوج الثاني هو هذا الغسول البلدي، الغسول اون بودغ، غسول بيض. ولا نقول بلدي، صابون البلدي، قلت الغسول البلدي. الغسول البيض كيصلح حتى هو للكوماج، وكيصلح ماسكات غزال. وهذا المنتوج غزال حتى هو، مقشر ممتاز بالنيله الصحراويه. المهم البنات اللي كيستعملوا المنتوجات ديال الصحراء راهم عارفين الفوائد ديال النيله، راه كدير الكوماج غزال وداكشي. مهم هذه زوينه، حتى هذه جربتها، مقشر ممتاز بالنيله الصحراويه للعنايه بالوجه والعنق والجسم. المهم انا جربتها غير في الوجه والعنق. المهم زوينه. شنو عاد خديت؟ هذه الحنه مدقوقه على اليد البنات. مازال ما كما كتشوفوا مازال ما حليتهمش، حيت مازال ما عندي لي بواط عاد كانوا فيهم. يعني دابا منين تسالات لي الكميه اللي كانت باقيه لي قبل ما نمشي، دابا غادي نجبد هذه الكميه. كنستعملها الحنه، كنستعملها البنات للحمام، حتى هي مقشر للجسم. والبنات اللي عاد ولدو كيكون عندك الكحوله اللي كتكون عندنا في الجسم، وهذاك الشكل الكنف اللي كيكون خرج لها الكنف في العنق، هذا الماسك ديال الحنه في الحمام راه غزاله البنات. فن 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 زعما الصراحه كيعجبني. انا استعملته، درتو لي لوستي اول مره فاش كنت ولدت ولدي اسماعيل كبير، ومن تما وليت كنستعملها كتعجبني. بما هذه هي الحنه. هذا زيت اللوز، هذا صيبته لي صاحبتي سعاد، الله يذكرها بخير ولا يطول في عمرها ولا يعطيها صحيحتها، خلي لها بنياتها ان شاء الله يا ربي. المهم هو هذا صايبت لي هذا زيت اللوز، وصاوبت لي هاد الزيوت اللي خاصه بالشعر، ديك 7 زيوت على اليد مصايباهم لي هي صاحبتي. ومنين صايبت هذا زيت اللوز وزيت الجنجلان، صايبتهم لي. زيت الجنجلان راه تقريبا سالالي، بقى لي فيه غير شويه. منين كتطحنهم على اليد كيعطي كديك الكميه اللي كتطحني منها، كيعطيك بها هذيك ديك البقايا ديال الجنجلان ولا اللوز اللي كتبقى، كيعطيهم لك العشاب. المهم حتى هما جمعتهم لي، جبتهم هنايا كندير بهم بحال شكل كوماج، كنستعملهم كوماج للرجلين واليدين، غزالين حتى هما. المنتوج الثاني عاوتاني يا البنات هو هذا.
ندوزو لهذا الماسك اللي قلت لكم. هذا قناع طبيعي ابيض بالصبار والالوي فيرا. حتى هذا الماسك البنات غزال فن فن فن، ولكني ما نصحش اللي عندها البشره جافه بزاف ما كينشف شويه البشره، يعني موراها خصها دير زيوت وشي مرطبات للوجه، خصها دير مرطب وزيوت وكريمات لحقاش كينشف البشره. المهم هذا الماسك هذا غزال حتى هو قناع طبيعي. المهم انا كنموت على شي حاجه سميتها حوايج طبيعيه. المهم هما هادو الماسكات والكوماجات اللي شريتهم. وهذا ما ورد غني على التعريف نتاع قريه مكونه. راه عندي القرعه الكبيره من كتكمل اللي كنقص في هذه. وهذا الكحول الطبيعي البنات ضروري، واخا البنات كتستعمليه ولا ما تستعمليش، هاد الحوايج خص يكونوا عندك في الدار كثره الا كنتي في الغربه، حيت يجي عندك شي واحد يقول لك واش عندك ديك الحاجه، خص تكون عندك ضروري تكون عندك هاد الحوايج ديال البلاد. هذا شراتهم لي مسكينه مرت لوسي. هاد الاخرين ديال الحنه، هاد تلفات لي حتى شنو سمياتهم هاد الزواق ديال الحنه. قالت لي هكا في العام ما تكونش حداك النقاشه ولا تبغي ديريها. المهم خدات لي جوج. هذه قلنا هذا البنات هانتوما تشوفوا الشوب ديال الشعر. ملي كنمشي عند العشاب ولا عند الجمعيه كنقول لهم كتبوا لي داكشي باش ما نوصلش للدار ونتلف ديال المن. المهم هذه فيها جميع هاد الخلطه ديال الشعر، فيها جميع انواع العشوب اللي كتصلح للشعر. كتشريها من عنده كتقول له دير لي الخلطه ديال الشعر كيعطيها لك، كتزيديها مع الحنه ولا كديريها قبل الحمام زوينين. هنايا البنات عندي شي حاجه عندي شي حاجه زوينه غادي تشوفوها. نتوما غادي تشوفوا شنو هنايا. هذا ضروري حوايج. المهم كاين شي حوايج اللي ديال المغرب كيعجبني يكونوا عندي، سواء كنستعملهم ولا ما كنستعملهمش. المهم كيعجبني يكونوا عندي، ربما شي نهارات تجي شي وصفه ديالهم ولا. المهم هذا عكر ديال 24 ساعه ومن لا يعرفه. هنايا هاد الكحل واحد جابتو ليا الوالده، واحد جابتو ليا بنت لوستي في دواء، شكرا في دواء. وصافي هادشي المنتجات اللي بغيت نشارك معكم هنايا، اللي نتاع التجميل. اللي كنتسولوني البنات شنو خديتي من المعرض، وقلت انايا مع راسي بما انني ما كنتش كاع جبدتهم البنات هاد الخطره، كانوا خاصيني شي حوايج غادي نجبدهم، وانا نقول انا نشاركهم معكم اللي كنتو سولتوني. الحنه كتعجبني انا، ريحه الحنه البنات شي حاجه اللي كتحمقني ريحه الحنه. المهم كاين اللي كتعجبو الريحه، كاين اللي ما كتعجبوش، انا كتعجبني ريحه الحنه. وهذا هو الخلطه ديال اتاي اللي قلت لكم البنات، راه هي خديتها من المعرض. باش قلت لكم راه اتاي مشحر، خديت الاخر ديالو الخلطه من المعرض. هو هذا اتاي، الاعشاب ديال اتاي فيها بزاف، فيها الكمون الصوفي، فيها ورق الزيتون، فيها السلميه، فيها مرددوش، فيها كلشي الاعشاب مخلطينهم هنايا ومجففين ودايرينهم هانتوما في واحد الساشيه لداخل، يعني مزيانين ومبالينهم مزيان. هانتوما تشوفوا ونقيين. هما هادو اللي خديت ديجا، راه عندي وحده محلوله. ونتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو، وإلا عجبكم هذا الفيديو ما تبخلوش عليا بجيم وتبارطاجوا الفيديو مع الصحاب والحباب. ونتمنى تستافدوا من هذا البنات. راه ماشي ضروري كيكونوا غير في المعرض، راه كاين محلات مختصه وجمعيات اللي كيكونوا دايرين المحلات ديالهم كيبيعوا، يعني تستافدوا من هذه الحوايج الطبيعيه. راه ما كاينش بحال الطبيعي. انا ما بقيتش كنشري حوايج ديال الكوماج ولا هذا الشيء. هذا كندير كريمات مرطبه اليوميه فعلا كنستعملهم، ولكن هما هادو الكوماج اللي كنستعمل الغسول. الزيوت البنات مره اخرى نوريكم الزيوت اللي عندي تقريبا جميع الزيوت. كيعجبوني الحوايج ديال الزيوت هكذا. و
الكريمه اللي راني وليت كنستعملها البنات من ايفروشي هي هذه. مهم نتوما كنستعمل هذا، فيه ديتوكس وفيه هانتوما هو بحال شكل الزيت، كتابليكيه وكتمسحيه غير بواحد القطنه غزال، وكديري موراه الكريمه ديالو. هاد الكريمه هادي كدير 50 اورو، هاد الكريمه 49 يعني 50 اورو كدير هاد الكريمه. وهذا كيدير شي 17 جو كخوا يمكن ولا 27، مهم ما عقلتش. هذه كاينه ديال النهار وكاينه ديال الليل. المهم هذه ديال لو جور، هذه ديال لا هذه ديال لو نوي، راه تمسحات لي بما واخا تمسحات راه عندي لا بواط ديالها. والاخرى عندي وحده اخرى اللي هي عندي في الدوش ديال الليل، حيت كنستعملها في الليل حطيها في الدوش. وهذه هي ديال النهار. المهم هو هذا الفيديو ديالي اليوم، نتمنى يعجبكم و الى الملتقى ان شاء الله وفيديو قادم ان شاء الله. البنات ما تبخلوش عليا بجام والى